ويا مساء الجمال والحلاوة والشقاوة والحاجات الكتيرة. مساء الخير يا شباب. كل سنة وانتم طيبين، المرة الثالثة أو الرابعة حاجة كده. وربي تكونوا مبسوطين وكل حاجة حلوة ولذيذة وحاجات جميلة. ها طيب. والله أنا مبسوط جدا. أنا آسف، أنا حابب بس أعتذر إن أنا ما قدرتش أملك إن أنا يعني أكتب البوست اللي هو لو حد عنده questions يقولها عشان أجاوب عليها في اللايف فيديو النهارده بدري، لان انا كنت بس طول اليوم سايق فما ما قدرتش ان انا املك يعني. تمام. فحبيت ان انا اعتذر بس على النقطه دي. بس الحمد لله ان احنا لحقنا. الحمد لله انا لحقت اكتب البوست يعني اللي خاص بالكويستشنز وكده. تمام يا مسهل. اوكي يا شريف، اهلا وسهلا. طيب محمد سالم قال ساوند از لو. انا هحاول ان انا اعلي صوتي شويه يا محمد عشان خاطر يوصل لك كويس، فقول لي لو الصوت كده تمام ولا لا، لان انا كده بزعق. لو الصوت بالنسبه لك حلو قول لي الله يكرمك. طب في لايكات طلعت كتيره قوي، فمعنى كده ان الصوت ان شاء الله يبقى كويس. اوكي زي الفل، يلا بينا. آه اوكي. معانا النهارده 5 questions جم من الناس قبل الفيديو، فهبدا بيهم الاول. بعد كده عندنا general topic النهارده هنتكلم فيه related لي words وبتاع. وفي نص الفيديو كده لو حد سأل question الإجابة عليها تبقى سهلة يعني وبسيطة وسرعة، هنجاوب عليه. تمام. طيب شكرا يا كرم، الصوت من الواضح ان هو زي الفل. اوكي. طيب اول question كان من مصطفى حمزه، كان بيقول يعني انا مثلا لو قاعد مع ناس اصحابي وبتاع وعايز اقول لهم انا عازمكم النهارده، او الليله دي عندي، او العزومه دي عندي، اقولها ازاي بالانجلش؟ بص، احنا خلينا بس ما نترجمش الكلام، وكويس ان انت سالتني عشان اقول لك الاكسبريشن او الايديوم اللي هم بيقولوه في الحالات دي، اللي هو بتدي نفس المعنى. لو انت قاعد مع اصحابك على القهوه وعايز تقول انا عازمكم النهارده محدش يدفع، عندك حاجات كتيره قوي، بس اكتر حاجتين بيستخدموها ماي راوند. ماي راوند، عارف الراوند اللي هو لو كنت بتلعب تيكن 3 في البلاي ستيشن 1 لو فاكر. تمام. يقول لك راوند 1 فايت، وهكذا. هي الكلمه دي ماي راوند، بس خلصت، معناها ان انت هتدفع. ده اول اوبشن. تاني اوبشن ان انت تقول ماي شاوت. شاوت ان انت تزعق، اس اتش او يو تي. ده شاوت. تمام. ماي شاوت ده معناه برضو ان انت اللي هتدفع مش هم اللي هيدفعوا، فعندك حاجه من الاثنين، يا اما ماي راوند يا اما ماي شاوت. تمام. ماشي يا شريف، حط الهاند فري وركز معايا. تاني سؤال كان من قيس رملي، كان خاص بيقول لوحة الإعلانات في الشارع اسمها إيه؟ مش قصده الديجيتال سكرين، لا قصده اللوحة العادية في الشارع، إعلان اسمه إيه؟ هو اسمه ستريت بانر. بانر، بي as a book، بي اي دبل ان as in Nancy، اي ار بانر. ستريت بانر، بس يا ريت تقول ستريت معاها، لان البانر ممكن يبقى على الحيطه، بانر ممكن يبقى جوه. آه، اسف. اصل واكل شاورما كانت جامده قوي بصراحه. تمام. فلازم تقول ستريت بانر. احمد محسن، رايك البدايه تبقى في الايلتس ازاي؟ طب خليني اكتب السؤال ده يا احمد عشان خاطر اجاوب عليه في اخر الفيديو، لان انا مجهز لك حاجه كويسه النهارده. فخليك معايا للاخر، وهي فرصه برضو اربطك معايا عشان ما تاخدش الكويستشن وتفلسع اتقل تيكا. بهزر يا ابو حميده. ده بالنسبه لسؤال قيس، فهتبقى ستريت بانر. اهلا جيلان، اهلا، اخيرا لحقت اللايف فيديو. ده على السلامه. سؤال لينا، لا سؤال تايجر. معرفش الحقيقه اسمه الحقيقي ايه، بس يا ريت يكون بيتفرج علينا دلوقتي. كان بيقول ازاي ان انا اقدم نفسي بشكل كويس، سواء كان بروفيشنالي يعني في انترفيو او بشكل بيرسونالي، اللي هو بينك وبين اصحابك، او حد مثلا من اصحابك بيعرفك على حد. فازاي تقدم نفسك بشكل لبق، سواء كان لحد فريندلي او بروفيشنالي. بص، انت لما عايز تقدم نفسك انت بتقدم نفسك في 6 حاجات. انا حتى كنت عامل فيديو في الموضوع ده من فتره كده على البيج، اسمه الانترفيو وسنينه. تمام. وسنينه السوداء، انا اسف، الانترفيو وسنينه السوداء. فانت حاول تذكر 6 حاجات: اسمك، سنك، انت ساكن فين بس مش بالعنوان، يعني الاريا بس اللي انت ساكن فيها، معادي، اكتوبر، مدينه نصر، وريفر يعني. تمام. يبقى كده اسمك، سنك، المكان اللي انت ساكن فيه، الاديوكيشن بتاعك ان انت خريج ايه، الكورسات والتريننج، الكورسز والتريننجز بتوعك. اخر حاجه انت شغال ايه. يعني مثلا عمر علاء عبد الرحيم. I'm 26 years old. I live in Faisal.
I graduated from the High Institute for Languages and Translation German department. I didn't have any courses in my life. فما علينا. نخش على النقطة اللي بعدها اللي هي الخاصة بالworking. I'm working as an English teacher. ده كده السيلف انترودكشن بتاعتي في خلال 10 ثواني. تمام؟ دي أفضل طريقة سواء كانت في انترفيو أو بشكل بيرسونال. اللي بيفرق بقى هنا على فكرة يا قيس أنا ما نسيتش الكويستشن بتاعك. أهلا. ما نسيتش الكويستشن بتاعك، أنا لسه مجاوب عليه من سيكا وهجاوبك عليه تاني عشان تلحقنا. تمام؟ فانت بس اللي بيفرق في السيلف انترودكشن بتاعتك سواء لو كانت بشكل بيرسونال او كانت بشكل بروفيشنال طريقتك وانت بتتكلم، ابتسامتك اللذيذه، البادي لانجوج الحلوه، البوسترز الجميله، الجسترز العسل. تمام؟ الحاجات دي بس هي اللي بتفرق. بس غير كده قدم نفسك. لما تيجي تقدم نفسك لحد قدم نفسك ب6 حاجات دول: اسمك، سنك، انت ساكن فين، خريج ايه، كورساتك ايه او التريننجز اللي انت خدتها كانت ايه، وشغلانتك الحاليه ايه اللي هي. كرم بيسأل لو عايز أعرف أقول مثلا سنة 1987 تتقال إزاي. السؤال ده حلو قوي، هقول لك على طريقة تسهلها. بص أنت مش لازم تقراها 1987 وحاجات دي، لا فوق خالص. اقراها رقمين بس ابدأ من على الشمال. يعني أنت عايز تقول 1987، لا قولها 1987. 1987 مواليد 19 ماشي. I was born in 1987. خلصت. طيب لو بقى عندي 2005 ما أنا اكيد مش هقول 25. لا ما مش مفهومه. لا بيقول لك ايه بقى 05 06. لما اقول لك او اللي هي زي الزيرو. تمام؟ ف 06 معناها 2006، 05 2005 وهكذا لغايه ما توصل 2010 2010 2011 2011 وهكذا حرفين. تمام؟ محمد حسين بيقول كنت النهارده في جيت واي وكانت اول سيشن ليا، بصراحه كانت حاجه كويسه. طب الحمد لله for your kind feedback يا محمد. شريف بيقول ابوس القرنيه انطق بالراحه عشان نفهم. حاضر انا اسف يا شريف. طيب الكويستشن الرابع لينا انور كانت بتقول how to use ازاي استخدم gonna be. gonna اللي يا جماعه going to، بس الامريكانز لما بييجوا ينطقوها في بعض بيقولها gonna زي want to بيخلوها wanna، زي got to بيخلوها gotta. تمام؟ فgonna be هستخدمها ازاي؟ بصي انت بتقولي I'm going to be. عايز اقول مثلا انا هبقى هنا بكره I'm gonna be here tomorrow، اللي هي I'm going to be here tomorrow. بس gonna be بتبقى اسهل شويه في الكلام، بس مش هنكتبها كده يا جماعه. يعني انت لو بتكتب essay او بتكتب article، تمام، بلاش تكتبها gonna GONNA، لا اكتبها going to، بس لما تيجي تنطقها تقولها gonna. I'm gonna be here tomorrow ده انت لو بتوصف حاله. لو عايز بقى تنطق في verb ان انت هتبقى بتعمل حاجه قدام، خلاص I'm gonna be working out، انا هبقى بتدرب. I'm gonna be studying English. I'm gonna be working as an English teacher for example. تمام؟ فده استخدام gonna be يا لينا أنور. عمرو حيدر بيقول pronounce extra. X أول حاجة، تاني حاجة tra extra. قول معايا يا عمرو extra وهكذا. ألف سلامة. محسن مسعود بيقول وانا بتكلم يعني مثلا بحكي قصة او اي موضوع ازاي اظبط الازمنة وكمان النطق السليم. الموضوع كبير قوي يا محسن مش صغير. بس الجنرال ايديا يعني انت حاول تبسط الموضوع بالنسبة لك جدا. يعني حاول تبعد شوية لو انت لسه في بداية الانجليش، ابعد شوية عن الازمنة الصعبة اللي هو had been و have been و I will have been والحاجات التقيلة دي، سيبك منها. خليها I played I play I will play بكل بساطة. ده خلي الأزمنة دي كده في البداية، ومع الوقت هتظبط الدنيا. النطق السليم بقى ركز في كل كلمة بتقولها، وركز في كل ساوند بيطلع من بقك. البي تطلع بي، ال تطلع ال مش ال، الار تطلع ار مش ار. تمام؟ الحاجات دي فركز فيها قوي، حاول تبراكتس كل ساوند فيهم على حده عشان خاطر تقدر ان انت تدي اشاره لمخك ان انت هنا انت هنا بتركز في ساوند معين. واخد بالك يا ابو محسن؟
جانا بتقول الامريكان افضل ولا البريتش؟ والله على حسب الراحه النفسيه، بس راحتي انا نفسيه مع الامريكان. ليه؟ لان انا يعني مش كل الافلام بتبقى بريتش، لا دي 99% من الافلام امريكان، 99% من الاغاني امريكان، وهكذا وهكذا. فالامريكان بيبقى اسهل بالنسبه لي ان انا الاقيه، واسهل بالنسبه لي ان انا ابراكتسه، فابراكتسه حلو، ابراكتسه دي تمام. فبالنسبه لي الامريكان احسن، بس هي في النهايه بترجع لك انت وراحتك النفسيه. مستر عمر ايمن بيقول ايه الفرق بين I will و I'm gonna؟ سؤال زي العسل من شاب زي العسل والله العظيم. طيب ايه الفرق بين I will و I'm going to؟ استنوا كده كح. انا اسف بس البرد في اخره. طيب I will و I'm going to، بص هقول لك على حاجه، هو الاثنين بيتكلموا في حاجه هتحصل في الفيوتشر، بس خلينا اديك اكزامبل ونشرح عليه. لو انا مسافر الاسبوع اللي جاي ومعايا التذكره بتاعه دبي يا رب كسياحه، لو انا مسافر الاسبوع اللي جاي دبي وحاجز التذكره خلاص everything is planned، تمام، كل شيء متخطط. فهنا I will use I'm going to travel to Dubai next week. ليه؟ لان انا حجزت التذكره وكل شيء خلاص اتخطط له واتظبط له، تمام. لو انا بس بقول على حاجه هتحصل قدام بس لسه ما عملتلهاش بلان، لسه ما خططتلهاش، لسه ما اتكلمتش مع حد، لسه ما حجزتش، لسه اصلا ما اعرفش انا هسافر امتى، I will travel to Dubai، خلاص انا هبقى اسافر، تمام. ده الفرق يا عمور. ليزا يسري بتقول الفوناريكس بتتذاكر ازاي بليز، وبتعيط. ما تعيطيش يا ليزا. بصي الفوناريكس اوعي تذاكري فوناريكس، اوعي تمسكي كتاب كده بيقول لك لما بتلاقي، عارفه لما بتخشي كده الديكشنري بتلاقي كلمه ومكتوب تحتها اللي هو طريقه النطق. انا ما بعرفش افهم اصلا الرموز اللاتينيه الفرعونيه الهيروغليفيه اللي بيكتبوها دي، انا ما بفهمهاش ومش عايزك كمان تفهميها. طب اظبطها ازاي بقى يا عم الحاج؟ طب ماشي مش هذاكر بس اعمل ايه؟ بص يا ليزا، هتتفرجي على افلام انجلش وكل كلمه بيقولوها، كل كلمه بدون اي نوع من انواع المبالغه، كل كلمه لو قال لك انت عارفه اللي هي اي ام اللي بتحطوا في بعض، ما بيقوش اي ام، لا بيقولوها تقوليها ما تقول عمرك ما تقولي اي ام، وهكذا. تمسكي الفيلم تفصصيه كلمه كلمه، حرف حرف، وساوند ساوند، وتفضلي وراهم 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 يا ليزا، وراهم يا ليزا، وراهم يا ليزا، لغايه ما الكلام ده يبقى خلاص بقى في بقك، ده بقى الطبيعي بتاعك، تمام. This is how I got the accent. ان انا كنت بجيب الفيلم وبفصصه حته حته. والله الراجل لو عطس في البتاع بعطس زيه، تمام. انا عطست يا عطشي، هو راجل بيعطس عطش، فبقوم عاطس زيه عطش، كل كلمه بيقولها بقولها زيه بالظبط. يعمل لي كده يا ليزا، تمام. غير كده بلح بصراحه، مذاكره وقرف وحاجه كده. اوعي تذاكري يا ليزا، اوعي تسمعي كلام حد يقول لك ذاكري فوناريكس يا ليزا. اوكي، لغايه ما يجي كويستشنز تانيين نخش على الكويستشن اللي هو بتاع منار عبد الحميد. كانت بتقول ازاي اقول لحد اتفضل، تمام. لو عايز مثلا انا بشرب قهوه اهو لا مؤاخذه، لو بشرب قهوه عايز اعزم على حد، اقول له اتفضل خد لك بق. بصوا هم ما عندهمش كلمه واحده زينا بنستخدمها في بكل المواقف. يعني انا لو انا داخل مع حد في نفس الباب وعايز ادخله هو الاول بقول له اتفضل، لو عايز اعزم على حد بحاجه بقول له اتفضل، لو عايز مش عارف اعمل ايه اقول له اتفضل. عندنا كلمه واحده، هم عندهم حاجات كتيره قوي، بس هدوكوا اكزامبلز منها. زي مثلا there you go، there you go، there you go. ده ايه؟ لو حد طالب مني حاجه وانا بديها له، عمر خد اطبع لي الورقه دي، خلاص طبعتها وعايز اديها له، there you go، اتفضل. بس مش هينفع ان انا اعزم عليه بكوبايه قهوه اقول له اتفضل خد there you go، لا. في الحاله دي بقول له please، كلمه please اللي هي ارجوك، please. الكوبايه شكلها معفن في الكاميرا ليه كده؟ ما علينا. تمام. لو اشرب حاجه وعايز اعزم على حد بقول له please اللي هو اتفضل. ده كده استخدامين there you go and please. وفي برضه استخدام here you go، here you go زي استخدام there you go بالظبط، بس هي بس different word different expression but same meaning no difference. فخلينا معانا الاثنين دول دلوقتي، there you go و please. there you go لو حد طالب مني حاجه وانا بديها له بقول له اتفضل، وبليز لو بشرب حاجه وعايز اعزم على حد اقول له please، تمام كده.
ده سؤال منار عبد الحميد. نشوف ايه الكويستشنز اللي جات لنا لغايه دلوقتي. عمرو حيدر بيقول I still remember the military caravans been stolen. ثانك يو عمرو، ثانك يو حبيبي. محمد الزغبي ايميلز. والله يا محمد، والله انا عامل نوت على الموبايل بتاعي وبحضر لك في الفيديو. استنى، اتقل تاخد حاجه نظيفه، اتقل تاخد حاجه نظيفه. انا مش عايز اعمل لك فيديو كده على الطاير وانا في العربيه وخلاص، لا اتقل بعمل لك بقى حاجه نظيفه عشان الم لك كل حاجه في فيديو واحد. خالد منصور، انا داخل الجيش، ايه اللي ممكن اعمله في السنه؟ يا ربنا يعينك يا خلود، يا رب ربنا يعينك يا حبيبي وتخلص. طب ايه في السنه دي؟ بص انت عندك حاجه من الاثنين، يا اما يبقى معاك كتب، انا مش قصدي اللي هو كتب وينجز، لا كتب، لان انت هيبقى عندك وقت فراغ. يا رب يبقى عندك وقت فراغ وتبقى فاضي ان انت تقرا فيه. واقرا بصوت عالي، اوعى تقرا في سرك، لان لو قريت في سرك انت مش you're not practicing. تمام، انت بس بتبراكتس الكلمات اللي انت عارفها وبتاخد كلمات جديده بس. انا عايز لسانك ما يقفش، اقرا بصوت عالي، اقرا بصوت عالي، اقرا بصوت عالي طول ما انت في الجيش. ده اول اوبشن. تاني اوبشن ان انت تتعرف بقى على شباب بيعرفوا يتكلموا انجلش جوه وتبراكتس معاهم انجلش جوه. ده الحاجتين. داوود عمر السر عمر، حبيبي يا داوود، والله وحشني، ليك وحشه كبيره يا حبيبي. قيس بيقول عاوز بعض الكلمات المفيده في الدعايات لو سمحت. في الدعايات طب بص يا قيس، ابعت لي الكلمات اللي انت عايزها، الكلمات اللي انت بتستخدمها في العربي عادي في الدعايه، وانا هرد عليك بيها، لان انا مش هقدر ان انا المهم دلوقتي كلهم. تمام. عمرو بيقول قول لي الجمله بالاكسنت البريتش والامريكان. بص البريتش انا ماليش فيه خالص، البريتش انا ماليش فيه خالص يا عمور، ومش عيب ان انا اقول مش عارف. تمام، بس انا هقول لك بالامريكان. حاضر، انت حابب تزنقني فانا هزنقك اكتر. حبيبي يا عمور. The military caravans. انا يا جماعه بقرا، مش بقرا الجمله اللي عمرو حيدر كاتبها، فلو رجعنا في الكومنتس هنشوفها عشان تشوفوا انا بقرا ايه. انا بقرا ايه. The military caravans has been stolen. stolen، هي مش stolen، ها بصوا دي بتتحرك ازاي. stolen، ايوه بالظبط كده، بقك هيعمل كده stolen. يبقى the military caravans has been stolen. حبيب قلبي. محمد عز، انا جاي اتفرج شويه رغم الفاينل بتاع بكره. ربنا يعينك يا محمد، ربنا يعينك يا حبيبي، لو احتجت مساعده يبقى ابعت لي. ها، كانوا بيقولوا لنا واحنا في المدارس ان تفضل يعني here you are برضو اوبشن، بس مش الامريكانز مش بيستخدموه كتير، ده معظمه البريتش. تمام، فهير يو ار بتستخدمها بالظبط زي here you go there you go، نفس الكلام بالظبط، اللي هو لو حد طلب منك حاجه وانت بتديها له. اختي عايزه تسمع. اوكي طب خلاص ماشي، خلاص انا قلتها. ثانويه عامه، ثانويه عامه يعني ايه ثانويه عامه يا يوسف؟ طب انت عايز ايه؟ عايز مني ايه دلوقتي؟ طب ثانويه عامه اعمل ايه؟ اعمل ايه؟